مرحبا معكم سنان بتريندينج مومنتس وأخبار فنية جديدة. منبلش من عند سارة فرح واعتزال الفن بشكل نهائي. هيفا وهبي وألبوم جديد. مريم فارس تتصدر الترند بعد حفلة بستوكهولم. أنغام بعدها بالمستشفى وتطورات مفاجئة بحالتها الصحية. وأخيرا كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رودريغيز. يلا نعرف تفاصيل الأخبار. سارة فرح تعتزل الفن نهائياً. يلا نعرف تفاصيل أكثر. فاجأت الفنانة والممثلة السورية سارة فرح جمهورها بقرار صادم، فكانت أعلنت عن اعتزال الساحة الفنية بشكل نهائي بعد سنوات من المعاناة وفقدان الشغف. سارة كانت نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على الانستغرام تحدثت فيه عن أصعب لحظات حياتها، وأكدت أنه السنوات الست الأخيرة كانت مليانة بالأحباط وإنهاء الحلم يلي كانت عم تسعى له سواء على المستوى الإنساني أم الفني. وأوضحت بالمقطع أنه إصابة والدتها بوعكة صحية قبل 3 أشهر شكلت الانهيار الأكبر بالنسبة لها، لأنها بتعتبرها كل شيء حلو بحياتها. وبلحظة مؤثرة ما قدرت سارة تحبس دموعها، فوجهت رسالة شكر لجمهورها ولكل من ساندها واطمن عليها، وشددت أنها ما بتشعر بأي ندم على الرغم من صعوبة القرار. نذكر أنه سارة فرح هي فنانة سورية برز اسمها لأول مرة من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب ستار أكاديمي. ورجعنا وعلى هوا راديو سينا هواكن معكن سنان. هيفا وهبي تعود بألبوم جديد وجولة حفلات ومفاجآت بالجملة. يلا نعرف تفاصيل أكثر. عم تستعد النجمة هيفا وهبي لإطلاق ألبوم غنائي جديد بضم 20 أغنية متنوعة، فعم بتواصل هيفا حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير عدد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، طبعا تمهيدا لطرحها قريبا. المنتج تامر عبد المنعم مدير أعمال هيفا كشف عن تفاصيل الألبوم الجاي، وأوضح أنه رح يصدر الألبوم على 4 مراحل بتضم كل مرحلة 5 أغاني، وهيدي تجربة فنية جديدة بتمنح مساحة أكبر للتنوع والتجدد. الألبوم الجديد رح يشهد تعاون واسع مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والعالم العربي، من بيناتهم توما وعزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد وتامر حسين. بالمقابل ومع التحضير للألبوم الجديد عم تستعد هيفا وهبي لجولة حفلات غنائية واسعة بتشمل مصر والعالم العربي، فرح تحيي مع الفنان محمد رمضان بلبنان حفلة بيوم 23 أغسطس، ومن بعدها حفل مشترك مع فارس كرم بالأردن، بالإضافة لجولة أمريكية وحفلين بمصر ودبي، ورح يتم الإعلان عن تفاصيلهم بالتزامن مع إطلاق الألبوم. نذكر أنه هيفا طرحت مؤخرا ديو جمعة مع الفنان بوسي بعنوان أحمد وأحمد، وهيدي الأغنية دعائية للفيلم يحمل اسم نفسه من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي. بعد لهلا النجمة اللبنانية مريم فارس بتثبت بكل مرة أنها حالة فنية استثنائية، وهيدي الحالة بتجمع الصوت المميز بالأداء المبهر والحضور الآسر. وبسهرة وصفت بالاستثنائية ولعت مريم المسرح بساحة مدينة ستوكهولم بالسويد، طبعا وسط حضور جماهيري ضخم توافدت إليه الجالية العربية من مختلف الدول لتعيش عرض عالمي بكل المقاييس. مريم كانت قدمت على المسرح لوحة فنية متكاملة جمعت بين الغناء والاستعراض الراقي، ولتأكد مجددا إن من القليلات يلي بيقدروا على المزج بين الغناء المباشر والرقص الاحترافي بأسلوب بليق بأضخم المسارح العالمية. طبعا الحفل لم يكن مجرد سهرة عابرة، بل تحول إلى حدث متكامل انعكس صداه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدر اسم مريم فارس لترند بالسويد ولبنان على حد سواء، وهيدا الشيء اللي بيعكس الشعبية الكبيرة اللي بتتمتع فيها مريم داخل الوطن العربي والعالم.
أنغام لا تزال في المستشفى والتطورات مقلقة عن حالتها الصحية. يلا نعرف تفاصيل أكثر. بتطورات جديدة تتعلق بالحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام، كشف الإعلامي محمود سعيد أنه أجرى اتصال جديد للإطمئنان عليها، وأوضح بمنشور عبر الفيسبوك أنه أنغام بعدها عم بتعاني من آلام شديدة جدا، فعلى الرغم أنها بلشت تتناول الطعام من أيام قليلة إلا أنه حالتها الصحية شهدت تراجع بسبب استمرار الألم. وأضاف أنه نتائج التحاليل الطبية أظهرت بعض المؤشرات الجيدة، لكنها بعدها أرقام غير مستقرة، وهيدا الشيء اللي بيستدعي تدخل جراحي خلال الفترة الجاية. وطلب من الجميع بالأخير مواصلة الدعاء لها بالشفاء العاجل ورجعتها سالمة إلى محبينا. نذكر أنه أنغام بعدها برحلة العلاج بأحد المستشفيات التخصصية بالعاصمة الألمانية برلين، وهيدا الشيء من بعد العملية الجراحية يلي خضعت لها مؤخرا لاستئصال جزء من البنكرياس. الكشف عن موعد زفاف كريستيانو رونالدو على جورجينا رودريغيز. يلا نعرف تفاصيل أكثر. الكل بيعرف أنه جورجينا رودريغيز بترتبط بالنجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو من 9 سنين، وكانوا شكلوا سوا عائلة كبيرة ليصيروا واحدة من أبرز وأشهر الثنائيات على الساحة العالمية. لكن الشيء اللي فاجأ الجمهور من كم يوم هو رونالدو يلي تقدم وخطب جورجينا، فكانت جورجينا بدورها عرضت خاتم الخطوبة المذهل يلي قيمته بتوصل ل6 ملايين يورو، وكتبت وعلقت وقالت: نعم أوافق في حياتي كلها. بالمقابل رونالدو لم يكتفي بتقديم الخاتم بس، بل أهدى خطيبته سيارة بورش وساعتين بقيمة تتجاوز 50,000 يورو، بالإضافة لملابس من مصممين عالميين بقيمة بتفوق 30,000 يورو. أما عن موعد الزفاف فمن المرجح أن يكون بعد كأس العالم 2026، لأن كريستيانو عم يسعى للمشاركة بالمونديال عن عمر 41